بسم الله الرحمن الرحيم. ولادي وحبايبي، الله يسعد صباحكم أو يسعد مساكم زي ما بتشوفوني. تكون أحوالكم سعيدة وطيبة. كل سنة وانتم طيبين يا ولاد، بمناسبة شهر رجب الكريم. أعاد الله عليكم الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات. ونصلي بقى على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. حبيبي يا رسول الله، عايزين نتكلم في موضوع ان شاء الله كده يعجبكم، وان عجبكم قولولي في الكومنتات. احنا النهارده بقى هنتكلم يا ولاد عن العلاقات الزوجية لما ربنا ما بيريدش ان هي تكمل. يعني الاب والام بيقرروا ينفصلوا ايا كانت الظروف وايا كانت المشاكل اللي بينهم، فطبعا الاطفال ملهاش اي ذنب. الأب يا إما الأب بيتظلم يا إما الأم بتتظلم، وفي كل الحالات وفي الأول والآخر مادام في أطفال هي الأطفال اللي بتتظلم. يا إما الأم مش عايزة الأب يشوف الأطفال، يا إما الأب مش عايز الأم تشوف الأطفال. ودي طبعا مشاكل كبيرة جدا جدا. لو احنا قريبين قوي من ديننا كنا نعرف كويس أوي إن صلة الرحمن تحت عرش الرحمن، وبتطلب من ربنا سبحانه وتعالى من وصلني فوصله ومن قطعني فاقطعه. فصلة الرحم طبعا ما ينفعش تتقطع ما بين الأهل، فما بالك الأب والأم وأطفالهم، سواء الأطفال مع الأب أو سواء الأطفال مع الأم. المشكلة إن ممكن أب يحصل انفصال ما بينهم وهو يرمي أطفاله ولا يسأل فيهم ويعيش حياته كأن دول بالنسبة له شيء لم يكن، وكأنهم أصلا ما كانش موجودين في حياته. فطبعا هو يعني هيقول لربنا سبحانه وتعالى إيه؟ أنا رميت، ويعيش حياته ويتزوج وينجب أطفال تانيين، وهي قاعدة بالأطفال، حتى المصروف بتاع الأطفال ما بيصرفش عليهم. فهل ده أنا عايزة بالله عليكم أراكم، فهل ده وكذلك على الأم؟ يعني مش الأب بس، في أمهات برضو بتبقى قاسية جدا وبترمي أطفال. طبعا الأمهات اللي بترمي أطفالها دي وبرضو بتروح تتزوج وتعيش حياتها وتنجب أطفال تانيين، وبرضو كأن الأطفال دول شيئا لم يكن في حياتها. طيب الأطفال دي، ما احنا كده بنورد للمجتمع أطفال غير سويين، أطفال مرضى نفسيين من طفولتهم ومن صغرهم بيعانوا في الحياة. فاللي بيطلع قاسي جدا، واللي بيطلع محروم الحنية والحب، وبالذات لو البنت بتدوخ أكتر بكتير كتير جدا جدا جدا. وطبعا إذا كان الخال أو العم مهما يكون، كل واحد بيبقى في حياته، مهما حتى لو الطفل راح عندهم ممكن إن ما كانش العم حنين أو كذا أو كذا، برضو مهما كان ده ليه بيته وليه حياته وليه أطفاله. فممكن الأطفال دي السبب لهم في مشاكل. فأصبح الأطفال دول مهما كان في أسرة محاجية عليهم، لو الأب بقى عاش حياته والأم عاشت حياتها، وأصبح الأطفال كده اعتبر في الشارع. يعني لا هم اللي حصلوا مع الأب ولا هم اللي حصلوا مع الأم، والنتيجة جيل غير سوي، جيل محروم من كل حاجة، محروم حنان الأب، محروم حنان الأم، محروم العيشة الأسرية السوية. فاحنا مش عارفين نعمل ايه في الحاجات دي. والقانون مهما يكون، يعني مهما يحكم، وطبعا القضاء المصري عادل وكل حاجة، بس التنفيذ ما بيحصلش في الواقع. يعني التنفيذ الصح اللي القاضي حاكم بيه ما بيحصلش في الواقع. فاحنا عايزين نشوف حل للموضوع ده. الراجل لما بيكون قلبه قاسي ومفيش حنية ما بينه وبين أطفاله. لم طب احنا دلوقتي يعني مصير الأطفال دي يروحوا فين ويجوا منين لما يكون لا أم بتراعي ولا أب بيراعي، ولا العيال الأطفال لاقي الحنية من أي حد؟ والله العظيم الواحد عن تجربة
الله يعين الأم ويسعدها. إذا كان القساوة من الأب أو من الأب من الأم، فالله يعين الأب ويساعده لو هو اللي قاعد بأطفاله. إنما لما الاتنين يرموا الأطفال، قولولي إيه مصير الأطفال دي؟ قولولي الأب لما يتخلى حتى عن مصروف أطفاله يعملوا إيه؟ يعملوا إيه؟ هيدوروا في الشوارع. مهما يكون حد حنين مش هيبقى زي الأب والأم. أي نعم، احنا شفنا قلوب قاسية جدا جدا على أطفالها، وبتعيش حياتها ولا في شعر الضمير بتفوق شوية يا ان انت رامي اطفال. ما طب اسأل عليهم، حتى مجرد السؤال بالتليفون ده مش موجود. فاحنا عايزين ارائكم في الكومنتات بالله عليكم وتعليقات، وان شاء الله هندخل في مواضيع تانية بمشيئة الله تعالى، ونتطرق لأي موضوع انتوا عايزينها. اللي عايز يتكلم في أي موضوع يكتب لي كومنت نتكلم فيه ونتناقش فيه بإذن الله تعالى. وربنا يروح الكل يعني، وكل واحدة وكل واحد يحافظوا على بيتهم ويحافظوا على أطفالهم. واللي مش قد يعني يا ريت الأب والأم اللي عايزين يجوزوا أولادهم لو شايف إن ابنه أو بنته مش قد مسؤولية الجواز أو قد مسؤولية تربية أطفال، محدش يقول لي محدش يعرفه، محدش يقول، محدش. ما ينفعش نقول في أب وأم معاهم شاب للجواز أو معاهم بنت للجواز مش عارفين بنتهم دي تقدر تتحمل مسؤولية ولا لأ. فيا ريت يا جماعة بالله عليكم كل واحد يخلي باله من الموضوع ده، إن هو قبل ما يجوز بنته أو ابنه يبقى عارف كويس قوي 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 ان ابنه وبنت او بنته قد مسؤولية بيت، وان البنت تقدر تشيل بيت وتشيل مسؤولية وتشيل الاطفال، لان هما كده بيصدروا للمجتمع جيل ضايع، جيل بغير مأوى، جيل ما يعلم مصيره الا الله سبحانه وتعالى. واللي وصل معايا لحد هنا كومنت بالله عليكم، لايك عشان الفيديو يتشاف. ولو كان عجبكم الفيديوهات دي نعمل منها سلسلة فيديوهات في اي مواضيع عايزيننا نتكلم فيها. فقولوا لي رأيكم، ورأيكم مهمني طبعا جدا جدا جدا. وربنا يسعد كل الولاد والاباء والامهات والاطفال، وربنا يبارك لكل واحد محاجي على بيته ومحاجي على اطفاله وبيراعي ربنا فيهم، او واحدة بتراعي ربنا في ولادها. وربنا يروق الحال يا رب بحق جاي الحبيب المصطفى، وكل واحد يرجع لربنا سبحانه وتعالى ببيته. الدنيا هتعمر والله لو كلنا رجعنا لربنا سبحانه وتعالى وللدين والحكم الدين، وان احنا ازاي نراعي بيتنا وازاي نراعي اولادنا. الدنيا كلها هتتصلح والله. صلوا بقى على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة واتم التسليم. حبيبي يا رسول الله، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بحق من بيته في طيبة والحرم. كومنت يا جماعة، واشكركم على حسن المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.